ورجعنا لكم بعد الفاصل ونرحب بضيوفنا مرة تانية. أستاذ محمد، عايزين نعرف من خلالك إزاي جات لك فكرة راديو 2؟ الأول بس حابب كده أرحب بكل مشاهدينا اللي بيتفرجوا على قناة الصحة والجمال، ومع أستاذ أحمد حد أستاذ فاضل يعني ومذيع قوي جدا. الفكرة الأول بس في الراديوهات الأونلاين عموما. يعني في من كام سنة كده طلعت حاجة اسمها راديوهات أونلاين. احنا نعرف إن يعني الراديوهات اللي هي بتردد قليلة، فاحنا بنسمع مثلا فيها أغاني، بنسمع فيها برامج. طب ليه ما يجيلناش فكرة إن احنا نعمل راديو، بما إن السوشيال ميديا هي اللي يعني هي دلوقتي اللي عامله كنترول اكتر، او الناس بتتفرج عليها اكتر. السوشيال ميديا ايا كان ايه في السوشيال ميديا، فليه ما يجيلناش فكره ان احنا نوصل صوتنا؟ حد عايز مهتم بالمجال الاعلامي او بمجال الراديو بالاخص، عايز يوصل صوته ومش عارف يوصل لمحطه اذاعيه كبيره مثلا، فيعمل ايه؟ فجات لنا فكره ان احنا نعمل صفحه على على مثلا اي بلاتفورم من السوشيال ميديا او كله، فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، ونعمل لينك ونعمل ابلكيشن والناس تسمعنا من خلال الحاجه دي. فانا كده بوصل صوتي. طلبه اعلام والناس اللي مهتمه بالمجال اصلا بقى ليهم الفرصه ان هم صوتهم يتسمع. انا عايز اتكلم في حاجه كوميدي، عايز اتكلم في حاجه مثلا معينه، فجت لنا الفكره من هنا ان انا عايز اوصل صوتي وصوت الناس التانيه من خلال حاجه سهله، الا وهي السوشيال ميديا. جميل خالص. طيب ليه اخترتوا اسم راديو 2 بالتحديد؟ ليه ما اخترناش اسم تاني السؤال غير ده يمكن 2؟ بيتسأل كتير جدا. يعني السؤال ده يمكن بيتسأل كتير جدا، وهو فعلا مش من فراغ. يعني هو لما مع استاذ احمد واستاذه جهاد لما فكرنا، كان في اكتر من سبب خلينا نسميه راديو 2. يعني مثلا من ضمن الاسباب القويه بالنسبه لنا هو ان انت لما بتيجي تفتح حاجه جديده بتركز جزء على المحتوى، وتركز جزء ان انت توصل الناس، وكمان بتركز جزء ان انت توصل بسرعه. فلما نيجي نشوف كده مثلا معظم الاسماء لما نيجي نختارها بتبقى ليها اسم عادي، زي مثلا هواك، في السكه، مش عارف، صحاره، وهكذا. دي مسميات كتير. فلما لقيت ان انا هسمي اسم من دول، لقيت ان الموضوع ممكن يبقى صعب شويه. طيب عايز اسمي حاجه رقم علشان تتعرف بسرعه. فلما جيت اسمي رقم لقيت مثلا هعمله 90 90، 50 50، 20 20، فده ممكن يكون بقلت شويه الى حد ما. فحبيت ان انا اسميه باختصار حاجه اسم اللي هي راديو 2 تتكتب كده، وراديو 2 يبقى رقم. فاتنين كرقم تتعرف بسرعة، واتنين برضو كاسم تتعرف بسرعة. يمكن في كمان سبب تاني قوي جدا كنا لسه بنتناقش فيه بره، هو ان الراديو يعني محتاج ان انا دايما اسمع، لما اسمع اتنين بيتكلموا افضل من ان انا اسمع واحد الى حد ما. فراديو بالظبط. 2، فاحنا حتى الخطه ان شاء الله 2021 ان معظم البرامج اللي عندنا سواء كانت مسجله او لايف او فيديو تبقى اتنين بيعملوها. انا لما حاجة اسمع جميلة. اتنين تبقى الموضوع افضل من كده يعني. فده جميل برضو جدا. كان سبب من ضمن الاسباب ان كل حاجه في الدنيا تقريبا اتنين يعني. هي فكرة جميلة جدا، وأنا أحييك على الفكرة دي. ربنا أول يخليك. فكرة احنا